السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أحلى متابعات في الدنيا، إن شاء الله تكونوا كامل بألف خير وصحة وعافية. راني رجعت لكم ورجع لي صوتي الحمد لله، راهو لاباس خير من اللي كان مزعج في الفيديو الأخير. وما حبيتش نطول عليكم زيادة بنات، لأنه مدابيا نفيدكم، مدابيا نكون دائما بالقرب منكم. جيتكم بوصفة طبيعية ومجربة ورائعة لتسمين الوجه في أسبوع، رايحين تلاحظوا نتيجة رائعة إن شاء الله. لكن قبل ما نروحوا للفيديو تاعنا لنهار اليوم، ما تنساوش بنات إذا كان عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو، وأيضا تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. نروحوا الآن نبداو في الوصفة تاعنا على بركة الله. اول مكون راح نحتاجوه اللي هو الحليب اللي متواجد عندكم في المنزل، راح تقدروا تستعملوه سواء الحليب تاع الشكاير العادي سواء حليب كونديا، يعني اي نوعيه من الحليب راح تستعملوها. ثاني مكون اللي راح نحتاجوه اللي هو خميره الخبز الجافه. ركزوا معايا بنات، خميره الخبز الجافه وليس خميره الخبز المعجونه، لازم تستعملوا هذه الجافه اللي تتباع في ساشيات في الحوانت. ما تشروش خميرة الخبز اللي تكون معجونة، ضروري تستعملوا هذه. فمثل ما قلت لكم المقادير، عندنا كاس من الحليب وملعقة كبيرة من خميرة الخبز. مثل ما نعرفوا خميرة الخبز غنية جدا بالحديد وتساعد كثير للي عندهم الأنيميا أو الأنيمي، وأيضا للي يعانوا من الكوليسترول، هذا لأنه تحتوي على الحديد ورايحة تفيدهم بزاف إن شاء الله. الأمر الضروري اللي لازم تعرفوه بنات هو مثل ما قلت لكم لازم تستعملوا الخميرة الجافة اللي تكون كيما هاك، وما تستعملوش الخميرة المعجونة، لازم تكون جافة هاد الحبيبات الصغيرة، خميرة الخبز وليس خميرة الحلويات. الآن راح نروحوا لطريقة تحضير الوصفة. أول حاجة راح نستعملوا الحليب يكون دافئ في درجة حرارة متوسطة. الآن راح ناخذ ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ونوضعها على كأس الحليب، ملعقة خميرة ماشي مملوءة بزاف، أو تستعملوا 2 ملاعق صغيرة. الآن راح نوضع هذه الملعقة الكبيرة من خميرة الخبز على كأس الحليب بهذه الطريقة. نضيف عليها ملعقة صغيرة من السكر بهذه الطريقة، ملعقة صغيرة أو ملعقتين أو حتى 3 ملاعق، يعني حسب الذوق، حسب الحلاوة اللي تحبيها نتيا. فرايحة تضيفي السكر، أنا نضيف ملعقتين من السكر، نخلطها مع الخميرة والحليب بهذه الطريقة. الآن بعد ما خلطت الحليب والخميرة رايحة نغطيها بصحن بهذه الطريقة ونخليها تتخمر لمدة ربع ساعة، بعدها رايحة نشربها مباشرة. هذه الوصفة رايحين تشربوها مرة واحدة في اليوم قبل النوم مباشرة يوميا حتى تتحصلوا على النتيجة اللي ترضيكم بإذن الله. ما تخافوش منها، الوصفة ما عندها حتى أضرار جانبية، ومثل ما سمعتوا كنت قلت لكم فوائد كبيرة على الخميرة، فقط هي ممنوعة على أصحاب اللي يعانوا من ارتفاع ضغط الدم، يتجنبوا هذه الوصفة باش ما تعمل لهمش أعراض جانبية. إذا بنات هذا هو الحليب بعد ما خليته تخمر، لاحظوا أنه تخمر من الفوق، فريحة نعاود نخلطه مرة أخرى ونشربه مباشرة قبل النوم. ومثل ما قلت لكم تجهزي هذه الوصفة في الليل تشربيها وتروحي ترقدي مباشرة هكذا باش تعطيك النتيجة بإذن الله. داومي الوصفة يوميا لمدة أسبوع أو حتى أسبوعين حتى تلاحظي النتيجة اللي ترضيك. أنا شخصيا لما جربتها في أسبوع واحد كفاتني ولاحظت النتيجة اللي أبهرت لي صراحة بنات. كنت استعملتها العام الماضي ولاحظت عليها نتائج رائعة جدا جدا في أسبوع فقط، امتلأ وجهي وخدودي بصورة واضحة جدا جدا وعجبتني النتيجة. فبعد الطلب الكثير على مثل هذه الوصفات لتسمين الوجه جيت نشارككم بهذه الوصفة المجربة. نتمنى انكم انتم ايضا تجربوها وتشاركوني تجربتكم. ما بقى لي غير نقول لكم بنات هلاو لي في رواحكم، انتظروني مع فيديوهات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.